السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قهوة سادة. أولا طبعا بعتذر عن التأخير، وده طبعا سبب خارج عن إرادتي، فنسأل الله التيسير وآسف جدا مقدما. وفي البداية زي ما احنا متعودين، لو انت في فرض عليك انت ما صليتهوش قوم صليه وتعالى تاني، لأن الصلاة أهم من أي حاجة. صدقني، نصيحة من أخ أكبر منك، الصلاة هي سبب نجاحك في الدنيا وفي الآخرة. ولو ما عليكش حاجة فصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ رحلتنا النهاردة مع موضوع أنا حرفيا بحبه، لأن باختصار أنا من أكتر الناس اللي بتحب تقرأ في كتب اللي بتتكلم عن النفس شوية. طب إيه علاقة الموضوع ده اللي بيخش القناة عندي؟ لأن بتكلم في موضوعين تلاتة أربعة، يعني مش موضوع واحد. فإيه علاقة الموضوع دي كلها ببعضها؟ الغرض هو إنك تعبد ربنا صح بكامل الطاقة اللي عندك، بكامل الكفاءة اللي عندك، وتوصل للدار الآخرة وأنت ناجح. طب ده هيحصل إزاي؟ هيحصل لما أنت نفسيا تكون متظبط، لما أنت فكريا تكون أفكارك كويسة وبتساعدك على النجاح. هينفع لما أنت نفسك تكون ناجح في حياتك وماديا مرتاح قادر إنك أنت تعبد ربنا، مش الضغوط اللي هي بتتحكم فيك. فتلاقينا بنتكلم في مره شويه عن النفس وازاي ان احنا نحسن منها، مره نتكلم عن تطوير الذات وشويه اساليب تساعدك، مره نتكلم عن المستقبل وان انت لازم تجتهد من نفسك وتحسن من حياتك. كل المواضيع دي كلها في الاخر ان شاء الله ان شاء الله طلع مسلم ناجح، وده الغرض. وحلقه النهارده زي ما قلنا حلقه انا بحبها جدا، لانها بتتكلم عن حاجه احنا كلنا عايشينها، وهي الهشه النفسيه. عايز اقول لك ان الجيل اللي احنا عايشين فيه ده، او مش هقول الجيل بقى، هقول كل الناس اللي احنا عايشين معاها دلوقتي بتعاني من المشكله دي، الهشة النفسية. وخصوصا لو انت شاب من 15 سنة، اقل من كده، كان من 10 سنين لحد 30 سنة، فانت بتعاني من المشكلة دي. يعني ايه طيب بعاني من الهشة النفسية، او ايه اصلا المشكلة هنا؟ يعني انا مش فاهم اصلا ايه المشكلة. فخلينا الاول نوصف المشكلة عشان لما اوصفها تفهم انا بتكلم على ايه. خلينا بنتكلم على جيل دايما ضعيف، دايما حاسس بالضعف، مش عارف، مش عايز يشيل مسؤولية. جيل دايما عايش دور الضحية، جيل بيتعامل مع كل حاجة بسيطة انها مشكلة كبيرة وبيضخمها. على مدار رحلتي في 4 5 سنين على السوشيال ميديا، وان انا يجيلي مشاكل من عندكم وان احنا نتناقش ونتكلم، حرفيا انا احيانا كتير جدا بيجي لي مشكله بسيطه، انا اصلا ببقى قاعد كده اقول طب ايه اللي يضايق في المشكله دي، مع ان الشخص اللي قدامي لما بيجي يقول لي بيبقى لا منفعل، وان المشكله كبيره والمشكله كذا وكذا وكذا. ده بيرجع ان الشخص عضلته النفسيه ضعيفه، بيرجع ان الشخص مرونته النفسيه ضعيفه. مبدئيا كده لازم انبه تنبيه في الاول ان احنا بنحاول نوصل للحاله بين التفريط والافراط. يعني ايه؟ يعني انا مش هنا بقول لك انك ما تفكرش في مشاعرك نهائي فانت تبقى قاسي، ده مش صح، او انك تفكر في مشاعرك جامد جدا فانت تبقى زي ما بنقول بالمعنى المصري كده، زي ما بنقول بالمعنى المصري عظمك طري. فاحنا هنا بنوصل لحاله وسط، حاله ان انا ممكن احزن عادي، اي حد طبيعي يحزن، اي حد طبيعي يتضايق من المشكله، لكن مش الطبيعي ان المشكله تافهه او صغيره تضايقني. لما يجي لي حد يشتكي لي مثلا من مشاكل الثانويه العامه، ده اكتر مثال ممكن نتكلم عليه. الثانويه العامه بيحصل فيها قبل ما حد يتكلم، انا مريت باللي انتم مريتوه في الثانويه العامه، ومريت اكتر اصعب منكم كمان، يعني سيبكم بقى من الدوشه دي كلها، لا انا مريت بالاصعب منكم ماشي. فانا مريت بالثانويه العامه ومرينا بعد كده بالكليه وخلصنا والكلام ده كله. فالمشكله ان اكتر مكان احنا بنتعرى فيه نفسيا، يعني ايه اكتر مكان بيبان فيه الشخص القوي نفسيا والشخص الضعيف نفسيا. ازاي؟ يعني حرفيا انا دلوقتي دلوقتي بشوف الشباب لما اتكلم حد على الثانويه العامه بالنسبه له بعبع. طب ليه بعبع؟ لان الصوره الذهنيه اللي بنقول عنه، منقول عن الثانويه العامه انها صعبه جدا، وهو نفسيا بقى هو ضعيف. هو نفسيا من ساعه ما اتولد وكل حاجه بالنسبه له يسيره سهله، يعني من ساعه ما اتولد واهله بيحاولوا ان هم يبسطوه بكل طرق، يحاولوا ان هم يسعدوه، يحاولوا ان هم يرفعوا عنه التكاليف، لا ده ما يعملش كذا، ما يخرجش كذا، ما يروحش هناك لوحده، ما يعملش كذا لوحده. فبالتالي كل حاجه متوفره له بشكل مرتاح، احنا هنساعدك، هنعمل لك كذا، احنا هنعمل لك كذا. وبالتالي هو نفسيا ضعيف، هو ما احتكش بالدنيا، ما نزلش يتعامل مع مشاكل الدنيا، دايما قاعد مرتبط جنب ابوه او امه، او حتى الاثنين هم بيساعدوه ان هو يكون انسان مرتاح. فكل ده هم فاكرين ان هم بيساعدوه. وطبعا تقدير كبير جدا لكل اهلنا، على يعني بالرغم من قله معرفتهم الا انهم اجتهدوا ان هم يعلمونا ازاي ننجح في حياتنا، او اجتهدوا ان هم يساعدونا ننجح في حياتنا على قد علمهم. فهنا انا مش بشكي الاهل، ولكن انا بعرفك المشكله بدات منين عشان تبدا انك انت تحل مشكلتك، تبدا تفهم الجذور. لو عرفت ان المشكله تعرف تدور على الحل، لكن لو مش عارف ان عندك مشكله اصلا ومش عارف هي ايه المشكله مش هتلاقي حل. فاحنا هنا بنتكلم على ان من زمان الاهل بيربوا فينا حته الايه، لا احنا لازم نهتم بيه كويس جدا، لازم نوفر له كل الراحه. حاليا احنا في الوقت اللي احنا فيه ده الطفل عنده 7 سنين وبيبدا يمسك تليفون تاتش، واقل من كده والله يمسك تليفون تاتش ويتسهل له كل حاجه. زمان على سني ما كانش في حاجه اسمها تليفون تاتش، ما كانش في كمبيوتر، فكان اغلب الوقت احنا بنقضيه في الشارع، ننزل نحتك مع فلان وفلان وفلان، بنتعلم، حتى بنتعلم التواصل، بنتعلم حاجات كتير. انما دلوقتي احنا كل واحد متقوقع على نفسه جوه القوقعه بتاعته، قاعد منعزل عن نفسه. اتحداك لو انت قعدت في خلال الشهر ده مع اهلك اكتر من 10 ساعات، احنا بنتكلم خلال شهر، يعني لو كل يوم تقعد ربع 10 دقايق
فتحداك انك انت قعدت محصله كامله 10 ساعات. ده كله بيوصلنا لجزئيه النفسيه الضعيفه، لان انا من زمان وانا بتعرض ليه، لان انا ببساطه من زمان وانا كل حاجه من حواليا متيسره. حتى لما بيحصل لنا مشاكل ايه اللي بيحصل؟ بجري على طول لبابا وماما. فاللي بيحصل ايه؟ بدل ما بابا وماما يقعدوا معايا يفهموني المشكله دي كانت ليه وسببها ايه ويصلح الدنيا، لا، بابا وماما يبداوا ان هم يوفروا لنا كل حاجه عشان تريحنا، يبداوا احنا ما نعتمدش على نفسنا. لما كان بيحصل مشكله مع اي حد مننا، فالموضوع بدا من عند الاهل. لما كان بيحصل اي مشكله، بدل ما بابا وماما يقعدوا معايا ويفهموني المشكله فين وازاي اصلح المشكله وازاي اتعامل معاها لما تحصل لي بعد كده، لا، بداوا هم بنفسهم يقعدوني على جنب كده، ويبداوا ان هم يكونوا درع ليا، يبداوا ان هم يعملوا ايه؟ يحلوا المشكله. واحيانا كتير بيوصل ان المشكله بتكبر. احيانا كتير نلاقي طالب صغير فاشل حرفيا فاشل في المدرسه، فالمدرس بيزعق له او يقول له ان انت لازم تجتهد، بس بنبره خشنه شويه، لان احنا عارفين ان احيانا كتير جدا الطلبه محتاج سنه خشونه عشان تشد نفسها. فلما الطالب ده يروح يقول لوالده انا حصل 1 2 3، اللي يحصل كالاتي: والده يجي من المدرسه بقى ويبدا يشتكي المدرس ويعمل مشكله كبيره ويقول انا هشتكيك وهقعدك وهعمل، بدل ما يشوف ان مش ابنه اصلا كان غلطان، ابنه اصلا محتاج شده شويه. فمشكله الكلام الكتير ده كله بقى، وخصوصا لما بدا السوشيال ميديا تظهر. طب وعايز افهمك ان السوشيال ميديا هي اكتر سبب موصلنا اللي احنا فيه. بمعنى ان زمان قبل ما يكون في سوشيال ميديا، فكان كل واحد لما بيحصل له مشكله بيتعامل معاها بشكل كويس، او بيتعامل معاها بشكل اللي هو ايه، يقعد يفهم نفسه يشوف الدنيا بتاع. لكن دلوقتي لما احنا وصلنا ان اي حد على السوشيال ميديا بيبدا ان هو يعرض مشكلته ويلاقي تعاطف كتير جدا من الناس. يعني مثلا لما نلاقي مثلا بنت مطلعه على السوشيال ميديا او منزله بوست بتتكلم انها مكتئبه عشان والدتها زعقت لها، ونلاقي تعاطف كتير جدا معاها، ده بالرغم من ان الموضوع تافه فوق ما نتخيل، ولكن المشهد ده بيبني جوانا احنا حاجات تانية. يعني انا لما اشوف حد زي كده ولاقي تعاطف كبير زي كده، فطبيعي لما يحصل معايا حد زي كده، والدي زعق لي، فطبيعي ان انا ابقى مستني التعاطف ده، اشمعنى ده حصل معاه كده، فيخليني انا اخر ايه، نفسيا ضعيف. عايز افهمك ان موضوع الهشاشه النفسيه هو او قله المرونه النفسيه، والله كتير جدا مننا بيعاني منه. حرفيا احنا ما بقيناش عارفين نتعامل مع بعض في العلاقات، لان بالظبط ما عندناش مرونه نفسيه. انا لو صديقي قعد ما اتكلمش معايا لمده كام يوم، انا ببقى خلاص ايه ده شخص ند، ده شخص مش عارف ايه، لان انا ما عنديش مرونه نفسيه كفايه. لان ببساطه انا من وانا صغير عايش في حياه الايه، الرفاهيه، فبالتالي ما بلاقيش ده. والكلام ده ما بيظهرش مع الناس اللي هي فقراء شويه. طب ليه؟ انا على ايام انا كان بيكون في كل سنه كده لازم بنت البواب بتطلع الاولى على الجمهوريه. طب عايزين نسال نفسنا ازاي عملت ده؟ انا مش هقول مش فاكر انها شاطره، ما هو كلنا كنا بناخد دروس وبنذاكر، بس الفكره انها نفسيا من وهي صغيره بتتعامل مع مشاكل كتير، فبالتالي العضله النفسيه بتاعتها بقت قويه، فبالتالي بقت قادره انها تتعامل مع اي مشكله. فلما تخش الثانويه العامه وتلاقي مشكله، تلاقي الثانويه العامه فيها توتر وبتاع، هي اتعاملت مع مشاكل اكبر من كده، فبالتالي الثانويه العامه بالنسبه لها ضعيفه. فهو ده بالظبط اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. جايين نتكلم على الناس اللي هي بتهرب خلاص من كل المسؤوليات اللي عليها، بتهرب من كل المشاكل اللي بتقابلها، بتهرب من كل حاجه في حياتها. حرفيا ناس مش عايزه تشيل مسؤوليه، والله ناس من سني مش عايزه تشيل مسؤوليه، بيفكروا في موضوع الشغل ان انا لا، انا انزل اشتغل وبتاع. يا عم لا يا عم، اعرف ناس بتدور على شغل معين لانها مش عايزه مثلا تحتك وحد مثلا يعنفها شويه، لا، ما بتحبش ده. وما قبل ما تقول لي ان ده طبيعي وانا طبيعي حساس، عايز اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني ايه؟ يعني الصبر بالتصبر. يعني انا اقدر اتعلم الصبر لما ابدا اعلم نفسي ده. فمفيش حاجه اسمها انا طبيعي كده، اي حاجه بتتغير، حرفيا اي حاجه ينفع تتغير. فبسبب ان احنا اصبحنا دايما محاطين بده. وعايز اقول لك ان كمان التلفزيون بيبدا يطلع ده جدا. عايز اقول لك ان الافلام بقى اللي بتبدا تظهر ان البنت هي مش عارف ايه والولد هو مش عارف ايه، كل ده بيشكل كده نفسيتنا. فاحنا نفسيتنا نفسيه ضعيفه جدا، عامله زي العضله الضعيفه. واحد ما بيتمرنش اصلا من ساعه ما اتولد، فطبيعي ان اول ما يجي يشيل وزن او يشيل حاجه تقيله، يا نهار ابيض، هيجي له مزق او يتكسر. فده اللي احنا عايزين نتكلم، عايزين ناخد بالنا منه، ده اللي احنا مش عايزين نفضل عايشين فيه دايما. مش عايزين بعد كده ان اقل مشكله تضايقنا، مش عايزين المشكله الدراسه تبقى مشكله بالنسبه لنا، مش عايزين ان الكلمتين 3 في البيت مع اهالينا تبقى مشكله، مش عايزين ان الشخص الفلاني بيعملنا بالطريقه الفلانيه مثلا لظرف عنده تبقى دي مشكله. مش عايزين اي حاجه بسيطه في الدنيا تبقى دي مشكله بالنسبه لنا. عايزين ان احنا نتخطى الكلام ده، عايزين نطلع من القوقعه دي ونبدا ننطلق للعالم كله. انت عشان تنجح لازم تكون قوي نفسيا، انت عشان تبقى اي حاجه لازم تكون قوي نفسيا. عايز افهمك ان احنا جيل او حاليا حتى والله ناس كبار جدا عندهم الهشاشه النفسيه، مع اضعف حاجه بيبقى خلاص مفيش مرونه، لدرجه ان المشاكل العاديه بقت اصلا بالنسبه لهم مشاكل كبيره. انا عايز اسالك سؤال: كم واحد من صحابك مثلا بتلاقيه مطلع على حاله الوضع بعد كل امتحان صياح كتير، بيبقى بيصيح انا الماده كذا، مع ان لو قعدنا مع نفسنا كده وفكرنا ده ماده، ده حاجه عبيطه في الدنيا، ده حاجه ملهاش لازمه اساسا. احنا بنتكلم في ايه يا جدعان؟ انا عارف ان انت ممكن وانت بتسمعني تستغرب من كلامي، بس انا بحاول ابين لك الواقع. تقول لي كل واحد ومرحلته الحياتيه، انا فاهم ان دي مرحلتك الحياتيه، بس ما ينفعش الطالب يوصل لمرحله الجامعه وهو بيصيح لسه من المدارس والدراسه ومش عارف ايه. احنا المفروض الطالب يوصل لمرحله الجامعه وهو انسان شاطر ذكي، يشتغل، بيجيب قرش بنفسه، قادر يشيل مسؤوليه نفسه، مش بيصيح من ماده. عايز افهمك ان الاكتر الناس اصلا بتفشل في حياتها هي الناس اللي نفسيا ضعيفه. الناس دي بتفضل تهرب من كل حاجه، وبعد كده لما هيكبروا هيعملوا ايه؟ ما هيفضل بنفس النفسيه دي. انت
متخيل ان هيجي في لحظه كده عصايه سحريه تغير حياتك؟ مفيش. لازم اي حاجه تبدا من عندك انت. فالناس دي تبدا تكبر، فهتبقى ايه؟ هتعامل عيالها ازاي؟ هتعامل عيالها بشكل ضعيف. فعشان كده حاليا احنا نلاقي بسم الله ما شاء الله اطفال نفسيا صعب جدا، اطفال نفسيا وحش جدا. طب ليه؟ لان اصلا والده او والدته فاقدين الحاجه، فقد الشيء لا يعطيه. فلازم تكون مدرك المشكله دي. احنا قاعدين في مشكله نفسها صعبه، والله احنا في حاجه صعبه. والمشكله الاكبر في ايه؟ ان احنا بعدنا عن دين ربنا. يعني عارف زمان لما كان يقابلهم مشكله كان يعني ايه اللي ممكن يعمله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بتقابله مشكله كان بيهرع الى الصلاه. فاحنا دلوقتي لا، احنا دلوقتي بنجري على السوشيال ميديا، بنجري على الواتس، ننزل بوست، ننزل حل الواتس، انا جعان، انا مكتئب، انا جعان، انا من كذا، انا جعان، انا كذا. فهو ده بقت حياتنا. بقيت اتسول المشاعر من الناس، بقيت اتسول الاهتمام. بقى للاسف احنا وصلنا لدرجه ان لو البنت لقيت ولد بيتكلم معاها بكلمه طيبه فخلاص بتتعلق بيه. احنا وصلنا لليفل صعب جدا. برضه نبقى اتكلمنا بصوره واضحه، الكلام ده حرام، مالناش دعوه بالموضوع البنت تكلم ولد، بس انا بديك مثال عشان تبقى فاهم حواليك. لما تشوف كذا يا جدعان النفسان ضعيف. انا لما كان بيجي لي زمان مشاكل عن جزئيه الارتباط اللي احنا عارفين كلنا انها حرام، والبدايات التي لا ترضي الله نهايتها لن ترضي صاحبها. لما كان بيجي لي البنت لما تقول لي كنت مرتبطه بشخص وسابني، بتقوم منهاره. يعني انا الفكره احنا مش بنتكلم فكره حرام، احنا بنتكلم فكره النفسيه عامله ازاي. احنا بنتكلم في نفسيه ضعيفه، احنا بنتكلم نفسيه هشه، بنتكلم اصلا في حاجه لا تذكر. وعايز افهمك حاجه، انت لو انا عارف ان اللي بيسمعني برضو شباب صغيرين، انا عايزك تبدا تتحرك من دلوقتي. ما تستناش عند السن الفلاني هبدا اظبط حياتي. ده مش بيحصل، صدقني مش بيحصل. من تربى على شيء شبع عليه. عايزك تفهم ان انت لما بترسخ حاجه جامد جدا جواك بتلاقي صعوبه جدا وانت بتطلعها. فما تبقاش ان انت قاعد من دلوقتي عمال ترسخ افكار سلبيه عن نفسك وافكار سلبيه عن اللي حواليك. قاعد دلوقتي بتضيع مستقبلك، بتضيع حياتك على حاجات تافهه. قاعد دلوقتي بتضيع كل يومك على ايه؟ نوم، اكل، شرب، افلام، مسلسلات، لعب على التليفون. فين حياتك هنا؟ انت فين احتكاكك بالدنيا؟ فين قعدتك؟ زمان كان الشخص ينزل هنا يروح يقعد جنب احد العلماء او احد المشايخ، يروح يقعد جنب شخص ناجح فيتعلم منه فينجح، يروح يقعد مع جنب شيخ فيتعلم منه فينجح. احنا دلوقتي بنقعد فين؟ احنا دلوقتي عايز افهمك ان احنا دلوقتي بنقعد مع بعض على السوشيال ميديا في عالم وهمي، عالم افتراضي، عالم غير حقيقي، وكل اللي فيه غير حقيقيين. نفسي حرفيا نفهم الجزئيه دي، ان اي حاجه موجوده على السوشيال ميديا هي حاجه غير حقيقيه. السوشيال ميديا مش موجوده عشان تساعدنا، افهم النقطه دي. السوشيال ميديا موجوده عشان تدمرك نفسيا. لازم تكون مدرك الجزئيه دي، ولازم تكون مدرك السلبيات اللي بتطلع لك من قعدتك على السوشيال ميديا سواء فيس او واتس او اي برنامج. انت بتقعد بتاخد سلبيات وتاخد اضرار ببساطه، لانك انت عامل زي الطفل الصغير، اي حاجه بيمسكها بتعوره لان هو ما لسه ايده ما بقتش ناشفه. عايزك تكون مدرك ان دي مشكله كبيره قوي. لازم تكون واعي لنفسك، لازم تكون عارف ايه ده، انا ازاي المشاكل دي بتعملني. انا عارف ان ممكن منكم شايف ان المشاكل دي كبيره، بس احنا بنتكلم هنا عشان ما تبقاش كبيره، عشان المشاكل دي تصغر مع الوقت. بنتكلم هنا عشان المشاكل دي كلها تتغير، المشاكل دي كلها تبقى حاجات بالنسبه لنا عبيطه. احنا عايزين نبني جيل قوي نفسيا، جيل قادر يعطي، قادر يدي الناس، مش جيل ابسط الحاجات بتضايقه. ما ينفعش حد يجي يشتكي لي يقول لي والدتي بتبص لي بقرف. ما تنفعش يا جدعان. ما ينفعش مثلا شاب يجي يقول لي انا والدي بيزعل. ما يزعلك يا حبيبي. انا زمان على ايامنا ابويا كان بيروح المدرس يقول له اكسر واحنا نجبس. انا طبعا مش مع التعليم بعنف، ولكن انا قصدي كان في تربيه قويه شويه. يقول لك اكسر واحنا نجبس، ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقيت مسؤول عن نفسي قصاد المدرس. لازم ان انا اجتهد واشيل مسؤوليه نفسي عشان المدرس ما يكسرنيش او المدرس ما يضربنيش. دور الحل هنا باختصار وحاجه بسيطه هو ان احنا نقلل اولا السوشيال ميديا، ان احنا نبدا نحتك بالعالم الخارجي بشكل كبير جدا، نقعد مع اهلنا. عايزين نتعامل مع مشاكلنا انها جايه تقوي من مناعتنا النفسيه، تقوي من عضلاتنا النفسيه. نحاول ان احنا اصلا نشوف التمارين اللي تساعدنا نبقى مرنين نفسيا ونشتغل عليها. نبدا نشوف كل مشاكلنا، نبدا نشوف افكار جديده لحياتنا، ما نبقاش متوقعين في مكان واحد وحرفيا بنتضر يا جدعان، والله بنتضر. عايزين نتخلص كده من الضلمه اللي احنا قاعدين فيها دي، نطلع للنور، نطلع كده قادرين نقابل كل مشكله في حياتنا. عايزك تفهم ان الدنيا مش حلوه، الدنيا مش يسيره، الدنيا حرفيا عامله زي ماتش الملاكمه بتفضل تضرب فيك. فالشاطر مش اللي هو ايده قويه وبيستحمل الضرب، الشاطر هو اللي لما يقع هيقوم تاني، الشاطر هو اللي لما هيقع والدنيا تديله خطافيه كده تجيبه ارض يقوم تاني. لان طبيعي انك انت هتقع طول حياتك، هتقع كتير وهتقوم كتير، بس الفكره هنا لما الضربه تكون ضعيفه فتوقعني دي كارثه، لكن لما الضربه تكون قويه توقعني فطبيعي ان انا اقع. فهنا عايزين وقفه مع النفس، وقفه فيها نبدا نشوف ايه اللي انا وصلت ليه، وقفه فيها انا لازم اقلل السوشيال ميديا، انا لازم ابدا افكر في نفسيتي شويه، افكر في نفسي، افكر في حياتي، لازم اتعامل مع مشاكلي بنفسي، لازم اشيل مسؤوليه نفسي. انا لو انت شاب بتسمعني فلازم تبدا تفكر تشتغل. تقول لي ما انا بدرس. يا حبيبي انا كنت بدرس 3 4 سنين في الجامعه في كليه ما بيقولوا عليها اصعب كليات مصر، وكنت شغال عادي شيفت ثالث وكنت مدنيتي. تقول لي ما بننامش، ما انا كنتش بنام عادي. انا مش جاي اقول لك امجادي، ولكن جاي اقول لك انك ممكن. كان ليا زمايلي بيشتغلوا بيعملوا كده اضعاف مني كمان واقوى مني. انا اقل واحد ممكن يتكلم معاك على حاجه زي كده. لازم تتعلم تحتك بمشاكلك، لازم تتعلم من وانت صغير تشيل مسؤوليه نفسك، تشيل مسؤوليه حياتك. ما ينفعش والدك يدخلك في مشاكلك تاني، ما ينفعش اي مشكله مهما كانت بسيطه تضايقك. لازم انك تتعامل مع مشاكلك بقوه شويه. الله عز وجل قال في كتابه الكريم ايه؟ قال خذوا ما اتيناكم
بقوه، ما قالش خذوا خلاص، لا قال خذوا ما اتيناكم بقوه وبقوه. وقال في موضع تاني يا يحيى خذ الكتاب بقوه. حبيبي انت ما فيش حاجه هتاخدها في حياتك بالسهوله. اللي فاهمك ان الدنيا سهله والدنيا حلوه ويسيره بيضحك عليك. هتاخد على دماغك وهتقع هتتكسر. انا مش عايزك تبقى هش نفسيا وعامل زي الرجل الزجاجي مع اي ضربه بتتكسر بتتشرخ. انا مش عايزك كده، انا عايزك جلدك ناشف جلدك تخين. حقيقي لما بتابع اي حد ناجح والله بسمعها جدا، يقول لك انا جلد تخين اعمل اللي انت عايزه. عايز اقول لك ان اغلب المشاهير او اغلب الناس اللي ناجحه بجد مش المشاهير التعبانين، لما تشوفهم بيجي لهم كميه انتقادات وكميه مشاكل وكميه حاجات كتير، بس لو ان هو قوي نفسيا كان هيقع من اول مره. فانا هنا عايزك تبني نفسك، تبني انسان قوي، تبني انسان يتعامل مع المشاكل ومع الظروف. عايزك تتوقع كده معايا اهلنا في غزه لو كانوا من هم صغيرين متربيين على الحياه الرفاهيه، لما يحصل حاجه زي كده كان اللي يحصل اغلبهم هينتحر. لكن في الوقت اللي احنا فيه ده احنا بنشوفهم حرفيا، بنشوفهم قصف وقله الاكل وقله الشرب والبهدله وقله مفيش مكان يناموا فيه، الا انهم لسه قادرين ان هم يعيشوا والله بيعيشوا الحياه وهم راضيين. بنسمع منهم دروس مش هنسمعها ولا هنشوفها في حياتنا. الناس دي من هم صغيرين متبهدلين وطالع عينيهم، من هم صغيرين حرب ومشاكل والكلام ده كله. الحاجات دي هي اللي قوتهم نفسيا، خلت الشاب العيل الصغير لما حد من اهله يستشهد يقوم يقول انا هجيب حقك بكل قوه وبكل فخر، مش قاعد منكسر في الارض. انا هنا مش بقول لك قوم مكسر، ولكن لازم تبدا تتعامل مع نفسك بشكل اقوى، لازم تشيل مسؤوليه بجد، لازم تشيل حياتك، لازم تتحرك، لازم تفوق. ما ينفعش الحاجات البسيطه دي هي اللي تضايقك. سيدنا عمر كان بيقول بيدعي كده، بيدعي دعاء بيقول اللهم اني لا اسالك خفه الحمل ولكن اسالك قوه الظهر. لان الدنيا لازم هتديك على دماغك وهتديك بالشبشب، لكن دورك ان انت تستحمل، دورك ان انت تكون قوي. لان الدنيا عامله زي المراحل، زي المستويات، زي في اللعبه كده المستويات. كل مستوى انت هتقابل فيه مشكله معينه، لو ما اتغلبتش على المشكله دي وبقت بالنسبه لك سهله هتروح المستوى اللي بعده عندك مشكلتين، مشكله المستوى اللي فات ومشكله المستوى اللي انت داخله، فالدنيا تبقى صعبه عليك اكتر لحد ما توصل لليفل صعب جدا. فلازم تقابل مشاكلك كويس، لازم تتعامل مع نفسك كويس، لازم تقوي نفسك نفسيا. عايز اقول لك انا كنت زيك بالظبط والله. انا مش برضه مش نينجا اقل حد يتكلم معاك، ولكن لما بدات افكر في الحاجات دي، بدات اشوف الدنيا، لا بدات احتك مع العالم، لا ما ينفعش ان انا افضل ضعيف، لازم ابقى قوي. عايز اقول لك ان مفيش حد بينجح ضعيف نفسيا، والله مفيش حد بينجح ضعيف نفسيا، لازم يبقى قوي. اتفقنا؟ عارف انت طولت عليك النهارده، بس هي مشكله بتقابلنا كلنا والله، مشكله لازم نتخلص منها بجد. احنا عايزين امتنا تكبر تبقى قويه، مش عايزين نفضل كلنا قاعدين تحت. اتفقنا؟ بس كده وبس كده يا سيدي، مش عايز اطول عليك اكتر من كده. دورك النهارده ان انت اقعد مع نفسك، عيد حساباتك من جديد، شوف مشاكلك اللي انت بتواجهها وابدا قيمها بجد. وقيمها ازاي؟ حط المشكله كده قدامك على ورقه وتخيل نفسك شخص تاني خالص، شخص قوي، وبص للمشكله. اتحداك انك هتلاقي المشكله ضعيفه وانت اللي كنت مكبر الدنيا، او اتحداك اساسا ان ده حصل معاك قبل كده كتير. طبق اللي انا قلناه النهارده، او على الاقل يكون غير فكرك تجاه المشكله. على الاقل بقيت واعي لمشكله معينه لازم تتخلص منها، بقيت واعي. دي اهم نقطه، انك واعي هتعرف تتحرك، لكن انت مش واعي مش هتتحرك. على الاقل بقيت واعي النهارده لمشكله الهشاشه النفسيه وقله المرونه. ابحث انت مع نفسك ودور، لان اكيد مش البودكاست اللي هو مدته ربع ساعه ولا ثلث ساعه هيديك الخلاصه، مفيش الكلام ده. ابحث انت ودور وشوف ازاي تحسن من قوتك النفسيه، تخلي نفسيتك قويه. زي ما قلت لك الدنيا هتفضل تديك على دماغك في كل مره اقوى من الثانيه. اتفقنا يا صديقي؟ ما تنسانيش بقى في اللايك والشير. لو في اي مشكله بتقابلك اكتبها لي في الكومنتات تحت، جايز ان احنا ان شاء الله نعمل لها حلقه مخصوص عشانها. اتفقنا؟ سامحني طبعا لو اتاخرت عليك في اي وقت من الاوقات، ادعي لي بس بالتيسير. وطبعا ما تنساش تتابعنا على قناه التليجرام وصفحه الفيس، بنزل على قناه التليجرام يوميا تاسكات قويه جدا، يعني نقدر نقول لها روتين المسلم اليومي. فتابعنا عليها واعمل معانا الفقرات، وبحبك في الله. يلا سلام.